السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحه جيده. بغيت نشارك معكم بريوش على شكل سنبله كيجيو رائعين بزاف. نتمنى انكم تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر، راه فعلا كيستحقوا انكم تجربوهم. وباش ما نطولش عليكم ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله، ونبداو مباشره في الوصفه ديالنا. بسم الله على بركه الله. غنبداو مباشره في الوصفه ديالنا. عندي هنا 500 غرام ديال الفورس، عندي هنايا معلقه عامره ديال الزبده وشويه ديال الملح، عندي هنا ساشي ديال خميره الحلويات، عندي هنا حبه ديال البيض اللي غنحتاج فيها غير بياض البيض، عندي هنا معلقه ديال خميره الخبز، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال السكر سنيد. اول حاجه غندوز باش ندوب ديك المعلقه ديال الخميره. خديت هنايا شويه ديال الماء وحطيت ديك المعلقه ونخليها تذوب مزيان. صافي غندوز عندي هذيك البيض، عندي السكر، عندي الملح، الساشي ديال خميره الحلويات، عندي ديك الخميره من بعد ما دابت ليا، وغنزيد نص كاس ديال الزيت. صافي ديك الزبده ديالنا غنخليها حتى الاخر ونبدا نجمع في الخليط ديالنا. صافي وناخذ داك الحليب ونبدا نجمع به. صافي هنا من بعد ما كبيت داك الكاس كامل ديال الحليب غنزيد نكمل بالماء عادي من الروبين. صافي جمعت يتجمع ليا الخليط ديالي. صافي كان هذا هو الخليط ديالنا. غندوز باش نزيد ديك المعلقه ديال الزبده، وندخلها غير بهاد الطريقه. صافي غندوز مباشره، ما نخليهاش نهائيا ترتاح. عندي هنا سطح العمل، كتكون هذه هي العجينه ديالنا. صافي غندوز صافي نحاول نجمع العجين ديالي بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي ونحاول انني نقطعها. صافي انا قطعتها على 6، بامكانكم تقطعوا على 8 ولا على اكثر. انا من بعد ما ساليتهم كيف ما شفتوا غندوز نبدا اول وحده عندي هنا. ضروري من الدقيق. صافي نبدا نطلقها بهذه الطريقه. كيف ما شفتوا معايا هنا من بعد ما طلقتها بهذه الطريقه. صافي نحاول نقطعها بحال هكا، الجهه تكون كبيره وجهه تكون صغيره. صافي غناخذوا الجهه الكبيره نحطوها بهذه الطريقه، والصغيره نحطوها هنا. صافي غناخذوا اول قطعه ونبدا نخدمها بهذه الطريقه كيف ما موضح في الفيديو. بهذه الطريقه نحصلوا على السبوله. كيف ما شفتوا معايا هنا من بعد ما ساليت غناخذ اي حاجه عندكم. صراحه انا نخدم غير بهذه نيت، حاولوا انكم تضغطوا عليها بهذه الطريقه مزيان في الوسط.
غنشد اول قنت ونتنيه بحال هكا. حاولوا تجبدوها غير بشويه باش ما تقطع ليكمش. نحاول انني نضغط هنا صافي، ندوز مباشرة ونضعها فوق الطاو ديالنا. طلقت واحدة اخرى وغنعاودها معكم بنفس الطريقة. دائما تبداو بالكبيرة، الطرف اللي هو كبير. صافي نضغط عليه مزيان ونبدا نسد. غير حاولوا عليها باش ما تقطعش ليكم. كيف ما شفتوا معايا من بعد ما ساليت الكميه ديالي صافي غندوز نغطيها ونخليها حتى تختمر مزيان ويضاعف الحجم ديالها. وهنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خمروا ليا مزيان وضاعف الحجم ديالهم، شوفوا غندوز مباشره. عندي هنايا شويه ديال القهوه سريع الذوبان، ندير فيها شويه ديال الخل وصفار بيض باش ندهنهم مزيان. صافي هنا من بعد ما ساليتهم عندي هنا الكريمه، غنحاول اني ندوز واحد الخط كريم باتيسري، واحد الخط هنا في الوسط. صافي حاولوا انكم تجيونوا الوسط وديروا شي خطيط بحال هكا بالشوكولاط في الميسيل، اولا تقدروا تستغناو على الكريمه وديروا غير خط بحبه البركه. صافي كيكون هذا هو الشكل. غندوز مباشره ندخلهم للفران ونخليهم يطيبوا مزيان من التحت عاد نشعل عليهم من الفوق. وكيف ما شفتوا معنا هنا من بعد ما تيطيبوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، راهم محمرين ما شاء الله من تحت ومن الفوق. صافي انا راه مازال سخانين، نخليهم يبردوا تماما وعاد دوز نقدمو. صافي كيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. صراحه كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، وإلا عجبكم متبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج. وانا نقول لكم بالصحه والراحه، فيديو جديد وصفه جديده ومع السلامه.